النواب ورغم دعوتي للنواب بعدم التصويت عليها، ولكن مع الأسف تم التصويت عليها وبعجالة من أجل تمريرها. وهنا نطرح عدة تساؤلات. هذه هي المرة الأولى التي تمرر فيها موازنة مجلس النواب في هذا الوقت المبكر في شهر تموز، في حين تعودنا أن الموازنات لا تقر قبل نهاية العام أو قبل بداية السنة الجديدة. فلماذا الاستعجال بإقرار موازنة مجلس النواب؟ تضمنت موازنة مجلس النواب للعام القادم زيادة غير مبررة، فبعد أن كانت 387 مليار الزيادة اليوم 528 مليار، يعني بزيادة 38% بعد كل التقليل الذي قامت به اللجنة المالية. هناك عدة أبواب غير مبررة وغير منطقية وردت في الموازنة، اعترضنا عليها ولكن هيئة الرئاسة أصرت على تمريرها. فمن غير المنطقي أن يتضمن الموازنة بند ملابس بمليارات الدنانير، يعني من غير المنطقي أن يصرف 2,900 ملابس لمن؟ لهيئة الرئاسة، للموظفين، للعمال، 2,900 ملابس فقط في عام واحد. من غير المنطقي أن يكون مبلغ الإيفادات 3,350 مليون إيفادات لمن؟ إخواني، الموازنة هذه ستكون لعدة أشهر وليس لسنة كاملة، لأن الكل يعلم أن مجلس النواب سينتهي بداية العام القادم وسيستلم مجلس نواب جديد، والفترة الانتقالية بين المجلسين قد تأخذ بعض الأشهر. لذلك هي ليست سنة كاملة، وبالتالي يفترض موازنة العام القادم تكون أقل من موازنة العام الحالي وليس بزيادة أكثر من 200 مليار. هناك أبواب غير منطقية. الصيانة تم زيادة مبالغ الصيانة من 3 مليار إلى 10 مليار، لا أعرف لماذا. هناك ورد باب شراء لوريات، لا أدري ماذا يصنع مجلس النواب بشراء اللوريات، ماذا يعمل بها. ورد باب لصرف أموال شراء دراجات هوائية، ماذا يصنع مجلس النواب بالدراجات الهوائية. هناك أبواب غير مبررة في الموازنة وتدعو إلى الاستياء وتدعو إلى التأمل حقيقة. لماذا الاستعجال؟ أنا بتقديري هناك من يريد تمرير الموازنة بسرعة ليستثمرها من أجل الدعاية الانتخابية، لأن الكل يعلم أن هناك انتخابات قادمة العام القادم. إخواني، أنا أدعو السادة النواب، بالأمس دعوت وأكثر من مرة بعدم التصويت على الموازنة لأن فيها مخالفات جسيمة وخروقات خطيرة، ولكن مع الأسف تم التصويت عليها وتمريرها. ما زال هناك وقت لإصلاح هذا الخلل بالتصويت النهائي على الموازنة. ستأتي الموازنة من الحكومة وسيتم التصويت عليها مجددا. أدعو النواب بعدم التصويت على موازنة مجلس النواب إلا بعد التدقيق في كل بنودها. من غير المنطقي أن تزداد مكافآت الموظفين زيادة من 9 مليار إلى 14 مليار، وإذا قارنا المصروف لحد 30/6 من 9 مليار، المصروف هو 218 مليون. من أصل 9 مليار صرف فقط 218 مليون لغاية نصف السنة. نأتي لنزيد المبلغ من 9 مليار إلى 14 مليار وهو لم يصرف سوى 218 مليون. بالتالي هناك أبواب كثيرة: الصيانة، الملابس، مبالغ الاتصالات. ورد أن هناك منظومة اتصالات ينفق عليها مجلس النواب وخصص لها أموال بقيمة 11 مليار. بعد السؤال ما هي الاتصالات التي تحتاج 11 مليار من مجلس النواب؟ قيل لنا أن مجلس النواب يرغب بعمل فيديو كونفرنس بين المجلس وبين المحافظات. هل هذا الكلام منطقي؟ هل إحنا بحاجة إلى فيديو كونفرنس؟ أنا أتصور هذه الأموال كان يفترض تضاف إلى رواتب المتقاعدين، تضاف إلى رواتب الأرامل، تضاف إلى رواتب مستحقات ضحايا الإرهاب. بإمكان النواب زيارة محافظاتهم والتواصل مع ناخبيهم وسماع مشاكلهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى فيديو كونفرنس. مشاهدينا